مباشرة من دبي مع فاتن، ابقوا معنا. عادي نتظلم عادي ونسألهم يقولوا نصيب، محدش همه مين ظلمه ومين جرحه وفكره حبيب وعادي. مشاهدينا برحب فيكم. ضيفي لليوم صوته مزيج من دفء والإحساس أكيد والقوة بالصوت والقدرة أيضا على التدوين. بهذه الأدوات جميعا تمكن من الوصول إلى قلوب المستمعين عبر ألبوماته وأغانيه الناجحة. غنى أشكي لمين، غنى حبيبي روحي، غنى جرحونا، علمني الحب، والعديد من الأغنيات يلي أكيد بتشكل بصمته بالساحة الفنية الغنائية. صوته بالنسبة إلي أكثر من رائع وأكثر من دافئ وأكثر من حساس. شكرا لوجودك معنا بيوم المرأة العالمي أحمد سعد. أحلى هدية لعيدنا وليومنا وأيضا بعيد البرنامج السابع. أنت ضيف دائما عزيز. حبيبة قلبي، مبسوط إن أنا مبسوط إن أنا معاكم جدا جدا النهارده في عيد المرأة مع المرأة الحلوة دي ومع في عيد البرنامج، في برنامجكم الجميل اللي عنده مصداقية. وانا مبسوط جدا جدا لما بكون معاكم. يمكن مش دي اول مره، بس انا هيدي الثالثه احمد، وان شاء الله ما تكون الاخيره. يا رب يا رب يا رب. طبعا كمان. طبعا يعني انا مبسوط جدا، بس كمان النهارده يوم خاص، يعني يوم عيد المراه وعيد البرنامج، فان شاء الله يبقى. طيب شو بتقول للمراه بيوم المراه العالمي؟ للمراه بحياتك شو بتقول؟ والنبي خلي بالك علينا شويه. لا بحب بقول بس المراه طبعا يعني وراء كل رجل، زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه. يعني هو انا شايف ان اتقالت المقوله دي عشان وراه بتدفعه، بتهيئ له الجو، بتخلي المناخ يعني مناخ صافي. بجد بجد الواحد من غير مرأة ما يقدرش يعيش. امي هي المرأة، واختي هي المرأة، وحبيبتي هي المرأة، وانتي هي المرأة. احمد خلينا نسمع شيء بصوتك للامرأة ولكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا. شو بدي اسمع جديدك اللي هي اغنية الهرم الرابع، انا لوحدي. ماشي يلا. وعادي أيوة. عادي نتظلم عادي ونسألهم يقولوا نصيب، محدش همه مين ظلمه ومين جرحه فكره حبيب عادي. نكون عارفين طريق الصح لكن تايهين بدايته منين. في ناس غلبانة في الدنيا وناس لعبة على الوينجين. كثير حلو الاغنية. قد ايه عملت صدى مع الفيلم يعني؟ هي بس كمان انا بحب قوي الاغاني. كلامك لاول مرة. ده صح. هي دي اول مره اكتب فيها في حياتي، لان انا رحت اتفرجت على الفيلم. يعني هي اغنيه جوه الدراما. احلى حاجه ان هي اغنيه جوه الدراما، يعني ليها علاقه بالاحداث. يعني بنعمل اغاني كتير للافلام بس تبقى اغاني خاصه بالدعايه. يعملوها للدعايه بيجيبوا. انما انا لما رحت اتفرجت على الفيلم اتاثرت قوي وكتبت انا كلام. شو حلو. ان شاء الله ما تكون الاخر مره بتكتب فيها، لان كلامك كثير حلو مثل صوتك ومثل لحنك. بعرف انه مسلسل طبال برمضان القادم حتكون انت عم تعمل الموسيقى التصويريه للمسلسل كمان. صح؟ بعمل الاغاني بتاعته والتتر، وبعمل موسيقى تصويريه في ولد فضل لعمرو. هي يعني مش اول مره يعني هي ثالث مره عملت دكان شحاته بتذكر، وعملت دايما انت عارفه. وكمان بتذكر عملت عملت دكان شحاته، وعملت كف القمر. صحيح. موسيقى عملت مع المخرج. وين بتروح بالموسيقى التصويريه؟ اكتر حاجه بعشقها في حياتي الموسيقى التصويريه. المزيكا اصلا كلها انا بحبها جدا، بس الموسيقى التصويريه يعني انا ممكن لو شفت مثلا حد موقف معين تلاقيني اطلع حته مزيكا، يعني اقول حته مزيكا. فالموسيقى التصويريه هي حاجه تعبيريه،
اكتر، فانا بحبها قوي. بتلعب فيها هيك بساحه جديده غير الغناء والتلحين. غير صحيح. الغناء، هي دي بقى دي حاجه انا بعملها ليا، لان طبعا انت زي ما انت عارفه خريج معهد موسيقى عربيه. صحيح. يعني عارف كل الالات بتقول ايه، فبحب الموسيقى التصويريه جدا جدا. طيب في شيء الحان جديده لحدا ممكن نسمع؟ الحان والله اليومين دول خالص يعني موقف عشان مش فيش وقت خالص، يعني عندي موسيقى تصويريه كمان، فتحت باب الموسيقى التصويريه ده عامل وقت كبير جدا، والطبال زي ما انت قلتي، وولد فضه ان شاء الله في رمضان الجاي ان شاء الله. والبومك الجديد خبرنا عنه. البومي خلاص يعني عملت 80% خلاص ان شاء الله. طولت يعني هالمره. طولت بس يعني اغاني المسلسلات واغاني الدراما واخد الواحد شويه. طيب ستيل الالبوم شو حيكون؟ الالوان الغنائيه حتغني دراما، حتبكينا، حتفرحنا؟ بصي هو كنت انا البوكا كتير قوي، انا اصلا يعني بحب في اختياري ميال الاول لاغاني الدراما، بس انا مش هعمل كده في الالبوم، لان انا يعني كتير يعني ببقى موجود في افراح بيصعبوا عليا العريس والعروسه. يعني اغاني حزينه بيعيطوا. لا انا بعمل اغاني يعني اليومين دول ان شااء الله فريح شويه. يعني مع كل اغاني اللي غنيتها بتنطلب للاعراس جدا، يعني ده بيزعلوني، انا عايز اقول لهم ايه اللي خلاكم تجيبوني؟ شو اللي بيجيبوني ليه؟ شو حنسمع منك؟ ممكن نقول بصلي وانت بتتكلم، عايزه اتعلم ازاي اداري. بصلي خلينا اتفرج، يمكن اهدى وتطفي ناري. لو فاكر اني اسيبك يبقى ده عيبك، لا ده قراري. صدقني انت بتتغير وانا متحير ليه من الاول. تغلط وانا جوا حياتك، طب وحياتك زعلي مطول. كتر الاحزان بتعلم وانت معلم في نياري. ليه جيت عليا المرة دي وجيت على حب السنين؟ حسبتها غلط المرة دي، خلاص مش باقيلك حنين. وما تفتكرش اني هقول عادي وهدنا في خلال يومين. الله شو حلو صوتك يا احمد. احمد سعد وريم البارودي، قصة لا تنتهي ولم يعني ما بدأت وما انتهت ولن تحسم. شو القصة اليوم؟ شو الوضع انت وريم؟ اكيد انا كل الفانز طلبوا مني اسأل هذا السؤال، بوجه له تحية لريم. حبيبتي طبعا. بص يعني انا وريم تركيبتين يعني دايما في حرب. في حرب وحب. ما هو الحب اللي هو الحب بعض من الحرب شويه. بس يعني احنا اصحاب جدا من زمان، واحنا طول عمرنا علاقتنا مستمره ببعض، ولكن احنا لما حبينا بعض وابتدينا العلاقه تطورت الى حب، ابتدى يبقى في نزاعات كتير جدا جدا. احمد وريم ان شاء الله علاقتكم هيك بتشوفوا النور بتتكلل بشيء كثير حلو. شكرا لك ولوجودك معنا، ومشاهدينا بقيه فقراتنا اليوم بتتابع معكم، خليكم معنا.